أنا استمعت جيدا للمؤتمر الصحفي، ذكرت المؤتمر الصحفي بأنك لا تستمع لوسائل الإعلام، أنك لا تكترث الانتقادات، أن الانتقادات جزء من عمل مدرب كرة قدم. الآن تحقق أكبر إنجاز في تاريخ الأردن الرياضي بالوصول إلى نهائي كأس آسيا، ما هو شعورك؟ أنا سعيد، يمكن أسعد مدرب يمكن في القارة وربما في العالم، لأنه يمكن يوم تاريخي بالنسبة لنا. وأنا دائما أؤمن على أنه عمل جماعي صراحة. كل الشكر وكل التقدير للاعبين اللي اليوم صراحة كانوا في واحد المستوى عالي. الخصم لم يكن بالخصم السهل، لكن احنا آمنا على أن عندنا حظوظ. ويمكن الخطاب اللي كان يوم أمس والكلمات اللي كانت يوم أمس هو أنه يجب أن لا نبالغ في احترام الخصم أكثر من اللازم. يجب أن نؤمن على عندنا حظوظ، والحمد لله أنه شفنا اليوم على أنه كانت يمكن أكبر الفرص في عدد كانت لصالح منتخبنا. والحمد لله يعني هدفين أمام كوريا ليست بالسهل. الحمد لله تنتمنى أننا نستمروا في هذه الانتعاشة وفي هذا الإيمان وفي هذه الثقة الكبيرة، على أساس أننا نكونوا حاضرين. تعالوا بس سؤال أخير قبل ما تمشي، خليك معي. فزت بالتشامبيونز ليج الأفريقي، فزت بالكونفدرالية، فزت بكأس أفريقيا للمحليين، فزت بالدوري القطري، فزت بكل شيء. هل هذا أهم إنجاز بالنسبة لك في مسيرتك الكروية بصراحة؟ وصراحة يعني كل إنجازات مهمة، لأنه دائما تأتي بالصعوبة وبالعمل الجاد وبالضغط. وأنا أظن أنه اليوم هذا إنجاز أنا أظن ممتاز بنا، اعتبر أنه إنجاز اللي هو قاري. لكن أنا أظن كل إنجازات الأهم فيهم هو أنك تستمتع أو ربما تحصد المجهودات اللي قمت بها أنت والمجموعة. وهذا تيبين الأهمية والثقة ديال التأثير وديال العمل اللي هو جاد. الحمد لله أنه اليوم في واحد المستوى اللي هو كبير، وإن شاء الله تكتمل الفرحة إن شاء الله بإنجاز كبير إن شاء الله. نقطة أخيرة، قبل تقريبا 20 أو 23 سنة ركبت معك في الباص وأنت متوجه نهائي كأس العهد، كنت أصور في الفيديو، قلت لي أنا مركز أسوي معك لقاء بعد ما نفوز. حققت أول لقب لنادي قطر من 25 سنة. نادي قطر صحيح، وفي نفس السنة طلعنا الثاني في الدوري صحيح. لقب كان جدا ممتاز، وكان ربما رجوع نادي قطر للواجهة بعد يمكن الغياب أظن يمكن أكثر من 15 سنة بدون ألقاب، ورجعنا بقوة. ولكن دائما أنا صراحة أؤمن بالعمل الجماعي. الحمد لله رب العالمين. يا ديان كابتن محمد، الله يبارك يا أخي، الله يخلينا إياك يا رب. والله ألف مبروك كابتن. شكرا كابتن، ألف مبروك.